يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان بقى على الابواب خلاص، فيا ريت بقى اللي مخلصه حاجه كده يقوم ينجزها كلها. انا كان فاضل لي كام حاجه كده في الشقه زي ما انتم عارفين، فقلت ايه خلينا ننجزها. وكنت قايله لكم كمان ان انا عامله مفاجاه كده في قلب الريسبشن تعديلات، وكمان في قلب البلكونه عندي، فقلت بقى خلينا نخلصها كده قبل ما رمضان يهل. يا ريت بقى لو اول مره بتشوفيني تنزلي تحت، تدوسي على علامة الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو مشتركة معايا هنا في القناة، ما تنسيش بقى علامة اللايك الحلوة منك دي عشان دي اكبر دعم منك ليا. بدأت بقى النهاردة كده معاكم الفيديو بكل حماس. الفيديو ده كان على يومين. كان يوم بشتغل فيه في الجبس في الريسبشن، واليوم التاني بدأت بقى تنظيفات، وبدأت ان انا اروق كل البهدلة اللي حصلت بسبب الجبسن بورد ده. هنا بقى كان اول لما الصنايعي طلع وحط العده بتاعته قبلها بيوم، يعني قال لي تمام انا كده هشتغل ان شاء الله. فقلت له تمام. بصوا بقى انا هعمل ايه هنا. انا اللي انا شاورت لكم عليها دي البلتكانه، زي ما انتم شايفين كده، هي من الجنبين كده فيها قماش بني كده كافيه يعني، فانا مش عارفه اغير لون الستاره بتاعتي. فانا بيني وبينكم يعني كنت نفسي اعمل البلكونه بتاعتي جبسن بورد بقالي فتره كبيره. وكمان كان نفسي ان انا اعمل بيت ستاره عشان اقدر اغير من في لون الستاره، عشان خاطر بعد كده احط يعني احط جناب يعني تبقى الوان تانية غير البلتكانه دي. فطبعا ما كانش هينفع الكلام ده لما الستاره تتشال. هنا بقى بعد ما الراجل اشتغل، كنت بوريكم كده مقتطفات من الفيديو لان انا بتحرج ان انا اصور وهم شغالين وكده. فهو اساسا جاري وانا اتعاملت معاه قبل كده في المطبخ والحمام وشغله كويس جدا. بصوا ده الشكل اللي انا اخترته، هيبان يعني هيبان لكم اكتر وهتشوفوا الشكل. بعد ان شاء الله ما اركب شغل الليد. ده اسمه ليد بروفايل. يعني حاجه كده حديثه برضه في قلب الجبس وكده، بدل السبوتات والكلام ده كله. وبرضه عملنا بيت ستاره في الريسبشن عندي، وكمان هصور لكم الفيديو الجاي عملت بيت ستاره في البلكونه بتاعت اوضه بنتي. عندي زي بلكونه جيب كده، فعملت فيها بيت ستاره. انا مش عايزه بلتكنات. انا من الناس اللي بحب التغيير كده كل فتره، زي ما تقولوا مجنونه كده، بحب اغير في الشقه بتاعتي على قد ما بقدر. فكل فتره كده من وقت للتاني بحب احس تغيير وتجديد كده في حياتي كلها عامه، بحب التغيير والتجديد وكده. بصوا بقى دخلت البلكونه زي ما انتوا شفتوا، جبت الاول المقشه اللي هي الصغننه، الفرشه الصغننه دي، كنست بيها كل السور ده. الحديد اللي هو جوه بعضه ده بيبقى شايل كميه تراب، خصوصا ان هو قطع بقى طبعا بصاروخ وعمل الشكل ده بصاروخ، فالدنيا عندي بقت مردومه. وبرده التندة دي كده كانت محوشه كميه تراب، اكيد انتوا شفتوه في اول الفيديو. وهنا بقى بيت الستاره اللي انا عملته في البلكونه برده، يعني انا ايه خليته برده ما كمليش الجبس للاخر، بس شكله كان تحفه. وعمل لي نفس الشكل اللي انا جبته من على النت بالظبط. بصراحه ظبط الدنيا خالص. هو شغله بجد محترم، يعني حد شغله كويس وحد مضمون. بدأت بقى كده وقلت بسم الله، وبدأت ان انا انزل كل التراب. طبعا الدنيا زي ما انتم شايفين، انا منتل بصوا التبصيمه دي، الهبو والعفار والتراب ده كله كان في قلب الريسبشن عندي. وانا اساسا يعني ما كنتش عامله حسابي كمان على قصه البياض والدهان دي، قلت هتبقى الموضوع مقدور عليه وملموم، فعلى رمضان ان شاء الله ممكن ان انا ابدا دهان عندي. بس بعد كده رجعت بقى قلت طب انا هفضل قاعده كده من غير ستاره، هيبقى الشكل مش حلو خالص. فاتصلت بقى على طول كده ساعتها ايه كلمت النقاش، قلت له لا تيجي بقى ايه تشوف ايه الدنيا وايه اللي المفروض يدهن وايه اللي المفروض يتظبط. وكمان كان عندي الحيطه اللي هي بتاعه الريسبشن عندي، كان مكان الستيل ده كان ورق. ولما جينا نعمل عزل، النقاش يعمل عزل وكده، قصه كبيره كده. المهم ان هو بوظ الدنيا لما دهن. البياض بقى يقع من على الحيطه لوحده. فقلت بالمره بقى هيجي يعمل السقف بتاع البلكونه ده، وكمان هيجي يعمل اللي هي الاجزاء اللي هي اللي بايظه في قلب الريسبشن. ظبطت بقى البلكونه عندي كده كده كده، اساسا هو هيجي يشتغل، فانا مش دي المسحه الاخيره بتاعتي ولا هفرش ولا الكلام ده كله. بس احنا كنا خلاص الدنيا مردومه. بعد ما كنست بقى كويس كده، رحت جايبه الفرشه اللي انا نزلت بيها التراب، ومليت طبق كده حبه ميه بحبه كلوروكس. انا ما بحطش اريال خالص عشان خاطر لما بحط بيغير، غير الكلوروكس اللي هو الالوان او الصابون البريل ده اللي عندك اشتغلي بيه. انا هنا كنت حاطه حبه من كلوروكس الالوان وحبه من الميه، وقلت خلينا بقى كمان نحس بطعم النظافه كده وبريحه النظافه على السور. فروحت جايبه الفرشه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، ومشيت بيها على كل السور. انا مش هدلق ميه كتير اهو، بس في نفس الوقت ايه هنضف الدنيا، لان طبعا يعني انا كان في غسيل تحتي، وفي نفس الوقت كان الدنيا بالنهار، فتحتيه زي كوفي شوب كده قهوه، فمش هينفع ان انا انزل عليهم ميه. وفي نفس الوقت انا مش طايقه البلكونه وعندي تل غسيل عايزه انشر.
فقلت لا يعني ايه فكري كده واعرفي هتعملي ايه بالراحه، وبرده ما تبهدليش الدنيا ولا تاذي ايه حد. ورحت جايبه فوطه مبلوله ميه، ورحت ايه عصرتها، ورحت ماشيه بيها بقى. طبعا مسحت كل الكلوروكس اللي هو ايه اللي انا غسلت بيه الصور. طبعا انا لو كنت عملت الكلوروكس ده قبل ما انزل التراب كانت بقت طينه وكلكعت وبقى منظرها زباله ومش هتحسي بنظافه. فانا شلت كل التراب اللي هو كان على الالومنتال عندي، وكمان على السور الاول وعلى الحيطان، وبعد كده ابدا اغسل ايه براحتي. جبت بقى الحبلين 3 دول معايا كده في الطريق، رحت ايه مسحاهم عشان اما اجي انشر. بعد كده جبت الموب دي بقى لي فتره بقى مش بمسح بيها ولا بعمل اي حاجه، انا يا دوبك خليتها كده للحيطان والكلام ده. انا الشرشوبه الدواره اليومين دول مريحاني، فقلت خلينا بقى دي نحط فيها اي حوائط. برضه حطيت كلوركس جل بقى المره دي، وحطيت حبه من الصابون اللي هو الفيبا في قلب الجردل للموب بتاعها. وبعد كده رحت ماسكه الحيطان بتاعتي كلها خليتها منوره زي ما انتم شايفين كده، فرق اللون من بعد ما تتغسل بتبقى منوره. برضو انا ده مش يعني مش التفنيشه النهائيه بتاعتي، بس على الاقل انا هديت الدنيا. وكل ده على فكره ما خدش، الحمد لله ما خدش من ايدي اي وقت. انا اليوم ده كان عندي بصوا، انا لقيت جيراني كلهم طابين عليا، اللي هو بسم الله ما شاء الله جايين يتفرجوا يعني على الحاجه اللي انا عملتها. وفي نفس الوقت ما فيش حد بيتاخر، انا بلاقي كله بيشمر كده وبيدخل. ربنا يرزقكم الصحبة الصالحة. فلقيت كلهم حواليا عمالين يشتغلوا معايا، يعني كلهم من غير ما بطلب كانوا هم في الريسبشن بصراحة في الوقت ده والله العظيم. كانت الدنيا مدعوكة وهم ما شاء الله عليهم هم اللي عاملين كل حاجة. عمالين بقى يلموا. بصوا انا يعني مش عارفه اصور قوي بسبب ان هم ايه شغالين، يعني انا بقى بخرج كده في الريسبشن اخد لكم مقتطفات وادخل تاني. هنا بقى كمان رحت داخله على البلكونه بعد ما خلصت غسيل. جبت بقى الفانلة دي، فانلة قطن كده عاديه، وحطيتها على اليد بتاعه الموب. وبعد كده ايه نشفت كل الحيطان وشلت من عليها الكلوروكس ايه الالوان. رحت بقى ايه هنا جايبه البلكونه، رحت راميه فيها حبه الميه دول. انا كده كده هدعك الارض مطرح الجير وبتاع. دي جودي بقى بتسلم عليكم كده. بصوا كلهم واقفين والله، بص محدش متاخر في حاجه. ف ربنا يفرحكم يا رب ويديم لمتكم. نزلت بقى ميه كده كمان بكلوروكس من الموب. انا بصوا بظهر الفرشه كده بحاول ان انا بالميه كده اطلع بس كل اللي في الارض، في جبس بقى طبعا واقع وحاجات من دي. بعد كده بقى ايه نزلت برضو ميه كده من الموب تاني، وانا يعني ما جبتش ميه نظيفه ولا حاجه، هي نفس الميه اللي انا اشتغلت بيها للحيطان. وبعد كده رحت بقى ايه هاجي بقى اجيب ميه نظيفه كده في الشرشوبه. ورحت جايه بقى ايه مسحه وملمعه الارضيه كلها عندي، خليتها نظيفه. بصوا الجبس شايفين التجيره على الباركيه ده، يعني طافيه لونه، تخلي لونه رايح خالص. جبت الميه بقى زي ما انتم شايفين كده نظيفه، وبدات بقى ان انا لملم كل الجير ده عشان الدنيا تبقى نظيفه. اليوم ده انا عايزه اقول لكم كان عندي نشاط رهيب من كتر الفرحه اللي انا عملتها لروحي. يعني انا بقالي فتره كده يعني معتمده فكره ان انا اللي افرح نفسي، مش هستنى حد يفرحني ولا حد يعني هو اللي يعمل لي الفرحه او كده. انا اللي هفرح روحي وانا اللي هعمل اللي انا نفسي فيه. حلو قوي فكره ان انت تبقي مش متكله على حد ان يكون سبب فرحه ليكي. لا بالعكس، انا معتمده على ان انا اللي بفرح نفسي، وانا اللي بعمل اللي يريحني ويفرحني، وكمان انا اللي بفرح عيالي، يعني فاهمين. المهم بقى كملنا كده مسح البلكونه. خليتها بقى طبعا بصوا طبعا لون الباركيه ظهر قدامكم دلوقتي. بصوا اللون كان رايح من كتر التراب والعفره اللي كانت ايه على الارض. يعني هم بعد ما بيخلصوا شغل الجبس ده، يعني بعد ما بيركبوا الجبس عادي بيبداوا بقى يعملوا شغل الليد بروفايل ده اللي هو بقى بالصاروخ. فبيروحوا ماسكين الصاروخ مقطعين بيه اي شكل انت تختاريه، بيحفروه زي حفر كده، اللي هو في الاخر بيركب جواه الليد اللي انت بتجيبيه بقى بعد كده، اللي هو شغل الكهرباء يعني. طبعا انا كنت كل ده مفكره ان بتاع الجبس هو اللي بيعمل كل ده، قال لي لا. فبعد ما خلص اتصدمت بقى وعرفت ان الشغل التاني هو الكهربائي اللي بيجي يركبه. ده غير ان بيركب مصنعيته بتبقى بالمتر، فده الموضوع هيبقى مكلف بعد كده ان شاء الله في الكهرباء. بس ادينا عملنا والحمد لله، وان شاء الله ربنا يسهلها ايه في اللي جاي. طبعا هما كانوا منزلين لي بقى ستارت الريسبشن عندي بالبلتكانه، وكمان نزلوا لي ستارت البلكونه. انا عندي غيار للبلكونه، بس الغيار اللي تحت السرير عندي اللي مغسول ده بلاك اوت وتقيل جدا، زي حاجه زي بلاك اوت امريكي كده، فجلد شويه فتقيل جدا، فانا مش عايزاه مش محتاجاه في الصيف. فاضطريت ان انا
اضطريت ان انا ايه انزل دي واروح اغسلها تاني وبرضه هنشرها، يعني اغسلها ومش هشيلها بقى اروح ايه حطاها. انا المفروض كان عندي غيار اللي هو بحطه في الشتاء، فانا كنت مقضيه الشتاء بتاعي كله بدي عشان سهله شويه عليا لما باجي ايه اجرها وكده. ودي الحلقات بتاعتها جواها، يعني فيها الحلقات، عملت لها الحلقات اللي هي بتاعه الماسوره. فالتانية لا، التانية ليها زي المشابك اللي هي العادية دي، فبتتلخفن شوية معايا، بتبقى تقيلة. فانا يعني بستسهل دي عليا في الغسيل، وبستسهلها في الشيل والحط، حتى لما باجي اجرها كده على الماسوره بتجري معايا عشان خفيفه. بصوا بقى، ده ما ينفعش خالص ان انت تحطي ستاره او حاجه زي كده او لحاف او اي حاجه على طول في الميه اللي هي ام اريال. انا الاول بحط الحاجه، بملى البانيو بتاعي. بص انا الصرف كان مغلبني، انا بملى البانيو بتاعي الاول في ايه في ميه عاديه، ميه عاديه خالص، وبنزل كل التراب، بفضل ادوس عليها كده وادعكها، انزل كميه التراب اللي بتبقى في الحاجه الاول. وبعد كده ببدا زي ما انتوا شايفين افضي البانيو تاني من الميه اللي كانت زي الزفت، كان لونها اصعب من اللون ده اللي انتوا شايفينه، وبدوس عليها كده. حاطه بقى الاضافات بتاعتي اللي هي ايه الاريال، كلوروكس الوان، كلوروكس جيل، زي ما بتحبي تحطي حطي. بصوا خليتها زي الفل، وسبتها بقى تتصفى براحتها خالص على البانيو. وبعد كده رحت نطراها ونشراها، هتطلع بصوا كانها مكويه. انا ما عصرتهاش، انا بس ايه طبقتها كده تطبيقتين ثلاثه وسبتها تتصفى على البانيو لحد ما كملت تصفيتها خالص. وبعد كده رحت نشراها ايه على الحبل عندي، ما خدتش ساعتين ثلاثه وايه، ورحت نشفت والحمد لله. هعلقها برضو عشان بحيث ان انا لحد بس ما ابيض الدنيا جوه، فما بقاش مكشوفه الالومنتال بتاعي ده بالليل. بيبقى مبين كل حاجه وانا قدامي بقى ايه السكان وكده، فما نبقاش برضو ايه مكشوفين. الحيله بقى اللي انا عملتها دلوقتي دي حركه حلوه قوي، كنت بعملها في سيراميك الحمام والمطبخ لما اكون عايزه انجز. انا ما اقدرش في الاماكن العاليه افضل متعلقه وادعك بليفه او ادعك بسفنجه او ادعك بايا كان سلكه يعني. فبروح حاطه كميه السلك على فرشه البلاط دي، بروح حاطه يعني مغلفاها كلها كده بسلك اللي هو المواعين، وبروح حاطه طبق كبير وبروح نازله فيه كده مغطسه الفرشه بتاعتي دي، وافضل ادعك، بتدعك معاكي مساحات. انا الازاز بتاعي ده بصراحه انا ممكن اعمله الحركه دي مرتين ثلاثه كده اربعه في السنه، بكتير قوي. لما احس ان الدنيا ملطشه قوي ومش هعرف ان انا بالجلانس يطلع البقع اللي فيها، لان انا عندي بيبي صغننه. لو اقول لكم الالمونتال المره دي كان في مونوكير، كان في روش، كان في اكل، كان في حاجات كتير قوي. هي بتحط ايدها كده في اماكن معينه على الحيطان عندي، وبتحط ايدها في اماكن معينه على قد طولها، فاهمين؟ فانا بعرف ان هي اللي عامله كده من طولها، يعني ربنا يخليها يا رب ويحميها. فالمره دي بقى ما كانش هينفع معايا اي جلانس او اي حاجه من دي. انا المره دي بصوا بالبتاعه بتاعه الازاز، والله العظيم الالمونتال ده كنت مفكراه هيتعبني وهيضايقني، كنت كل مره اغسل بالليفه وارجع انهك كده وبعد كده اروح جايب الخرطوم وحوار كبير قوي. دي اسهل طريقه. وما تحطيش اريال خالص، يعني الاريال او اي حاجه من دي هتبوظ معاكي الدنيا وهتغير وبينشف وبيضيع اللون الاسود ده، بيخليه مش حلو. انا كل اللي حطيته بصوا حاجه بسيطه خالص من كلوركس الالوان، والله العظيم قضى معايا الغرض. بصوا انتوا شايفين النظافه بتاعه الازاز وبيلمع، وضلفه السلك دي عملتها زي ما انتوا شايف كده ونطرتها نطرتين، خلاص كله نزل من عليها واخدت التراب كله ونزل. بصوا انا الضلفه كلها ما بتكملش في ايدي 5 دقايق. الممسحه اللي هي بتاعه الازاز دي لسه شارياها من عند كوكو ام دي اس، انا استغربت ان هي عامله 45 جنيه او 55 جنيه، حاجه زي كده يعني. كانت غاليه لان في هنا عندي كل شويه تبوظ، كل شويه اجيبها وتبوظ. دي بصراحه خطيره والجلده بتاعتها كده محترمه. لما باجي اجر بقى من على الومنتال على الازاز عندي بحس بصراحه ان هي شايله كل حاجه حلوه قوي. فما ندمتش بصراحه، من الحاجات اللي انا ما ندمتش ان انا جبتها. هنا بقى دخلنا على الريسبشن. بصوا انا كنت خلاص تعبت، بس قلت والله لازم اكمل معاكم. هم كانوا بصراحه ساعدوني جيراني وظبطوا الدنيا كلها ولملموا كل الزباله اللي بره. بس بقى ايه، انا دخلت ايه اللي هو في التفنيشات الاخيره. بصوا منظر الارض حاجه كده يعني، اللي هو الردم ده اللي هو بتاع العفره دي كانت فظيعه قوي. فانا كنت لسه والله غاسله الانتريه ده، بس قلت ايه خلينا بالمره التراب ده والعفره دي تروح. انا مسكت، انا بعمل كده على طول على فكره في الانتريه، نادرا ما اغسله بليفه او لما يكون حاجه مستدعيه، حتى في الاعياد بعمله كده. بس ان شاء الله يعني ناويين نغيره. طالما غيرنا بقى الستاره، انا قلت اغير الاول كده وابقى اعرف اعمل الوان تانية، عشان لما اجيب بقى ان شاء الله ناويه اعمل ركنه اعملها الوان جديده. بصوا هنا مسكت فوطه وحطيت اول حاجه زي ما انتم شايفين اللي هو الغسول اللي هو بتاع المفروشات ده بتاع ماي واي. انا جايب بجيبه بقالي سنين بصراحه، وهو حلو جدا، ما بيعملش رغاوي، ما بتضطريش يعني تستني حاجه تنشف او الكلام ده كله. هو بس بحط يعني زي غطيين كده على اللتر من الميه او لتر ونص من الميه،
وببدا ان انا اقلبه كده بايدي، ادوبه في الميه، وبعد كده بروح جايبه اي فوطه تكون نظيفه، وبعد كده بروح ممشيه على الانتريه بتاعك. طبيعي اصلا مفيش حد هيقدر كل فتره كده يغسل الانتريه، القماش بتاعه هيبوظ. الانتريه ده بتاعي بقاله 11 سنه، داخل دلوقتي في 11 سنه يا جماعه، او اكتر من 11 سنه كمان. ما كلش وما قالش اي حاجه يعني، ما شاء الله عليه. مستحملني ومراعيني. وده كمان كان في اوضه ليفنج الاول قبل ما اغير واخرجه في الريسبشن كده، واغير اللي في الريسبشن. ده كان عندي في اوضه ليفنج، يعني كنا بناكل وبنشرب وبننام وعايشين عليه. فبصوا انا هنا بقى بدات ان انا المع، وهنا بقى الكبيره بنتي بقى منى كانت عماله تساعدني. اللي هو بقى خلاص احنا بقينا اصحاب واصدقاء، فانا مضطره ان انا اقبل بالوضع ده، وعماله تقول لي بقى يا دودو يا دودو. فبصوا انا سايباها لحد بس ما اخلص الانتريه بتاعي، مخلص الشقه اللي هي بتعملها معايا، اخلص مصلحتي، وبعد كده اقول لها عيب بتقولي كده لمين؟ لماما. انا ماما. فبس فزي ما انتم شايفين الانتريه ما خدش اي وقت معايا، وبدات ان انا ارجع كل الشلت بقى ايه تاني مكانها. وجبت بقى طقم الفرش ده. انا ما كنتش مفكره ان انا النقاش هيجيلي على فكره، شيلته على طول، شيلته تاني يوم شيلته، لان انا كنت مفكره ايه همسح واستنى بقى النقاش اما يقول لي فاضي امتى وهيجيلي امتى. فهو الحمد لله ان هو جالي تاني يوم على طول اشتغل. وهنزل لكم برده في الفيديوهات الجايه احنا بنعمل ايه بالظبط. ومش هغير الوان اي حاجه، انا بس بداوي الحاجات اللي بايظه عندي، لاني انا ما شاء الله البياض بتاعي كله سليم، ما فيهوش حاجه، وانا لسه عاملاه، والالوان جديده وانا اللي مختارها بنفسي، وكانت يعني مكلفه قوي عليا. فانا مش من النوع اللي بحب الهدر، ولا احب ان انا اللي هو اعمل اي حاجه وخلاص. لا، انا بعمل الحاجه فعلا ان انا محتاجه، اللي هي محتاجه، اللي انا شايفاها ان هي محتاجه تتعمل. وكمان جبت بقى المفرش اللي عليه الرسومات الخياميه ده، حطيته كده، ده عندي من السنه اللي فاتت، كنت عامله بيه ديكور رمضان السنه اللي فاتت، رحت جايباه كده وفرشاه، قلت يدي شكل حلو لحد ما نعلق الزينه يعني. بس برضو شلته تاني والله. جيت بقى على الجزامه عندي هنا، انا مش هعملها من جوه، انا بس كان كل اي حد يعني معاه كوبايه شاي يحطها، معاه كوبايه عصير يحطها، فالمنظر بقى وحش قوي، ولمت الدبان حواليها بصراحه. فقلت لا، خلينا بقى ايه ندعكها، هي لونها ابيض ومش مستحمله. فدعكتها كده بالسبونش عندي، حاجه خفيفه خالص وما بغرقش الدنيا ميه، عشان هي طبعا خشب، وانا لسه كده كده من جوه هي متبهدله. فانا قلت كده كده ايه هغسلها، بس هي بالمره تدي نظافه معانا من بره، يعني لحد ما افرش. اخدتها كده معايا في طريقي، ورحت ماسكاها بالسبونشه زي ما انتم شايفين. ما بصوا كل حاجه من بره كانت زي الفل يعني. انا قلت بس خلينا لحد ما نروق واحده واحده. هي 3 وحدات زي ما انتم شايفين، واحده صغيره دي بتاعت محمد ابنك، من هو بقى ولد ووحيد وكده. تاني واحده دي اللي هي الوسط، انا انانيه شويه واخده الكبيره. تاني واحده دي اللي هي بتاعت البنتين، والاخيره دي بتاعتي انا لوحدي. بصوا بقى هنا غسلتها، وانا اللي مختاره شكل الجزامه دي على فكره، وانا اللي يعني عامله التصميم كله. وكل اللي بيدخل عندي على فكره بيبقى مش يعني مش مصدق ان انا اللي ايه، ان انا اللي مختاراها. بيقول لي ما شاء الله حلوه شكلها، وذوقها حلو، وذوق البرواز بتاع المرايه بتاعها حلو. فهي انا حطها في وش الباب على طول، مديه شكل. وان شاء الله ناويه ان انا لما اجيب سفره مش هجيب بوفيه، ولا ممكن اجيب نيش صغير، مش هجيب بوفيه، لان انا حاسه ان هي شكلها حلو وواخده مكان يعني عندي، ماليه الدنيا. وكمان خدت البرواز بتاع المرايه عندي كده زي ما انتم شايفين، بعد ما خلصت ودعكته برده بالسبونش عندي. وبعد كده رحت جايبه المنديل الاول بالممسحه، وبعد كده ايه بالمنديل، لمعت المنديل.